السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم متتبعين قناة تحرير جريمة. نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في أفضل الأحوال وفي صحة جيدة، وكنتمنى من جميع متتبعين القناة على أنكم ما تبخلوش علينا باللايك لهذا الفيديو، الاشتراك في القناة، وشكرا للجميع. حلقتنا اليوم غادي نبداوها من عند واحد الشاب. هاد الشاب اللي اسم ديالو ابراهيم في العمر ديال ديك 28 سنه. ابراهيم خدام في واحد الشركه، عايش مع الاب ديالو ومع الام ديالو. عنده واحد جوج خواتاتو، هادوك خواتاتو تزوجوا ومشاو كيعيشوا في الدار الزوجيه، كل وحده كتعيش مع الزوج ديالها في بيت الزوجيه. ابراهيم بقى عايش مع الام ديالو ومع الاب ديالو. ارانو في واحد الوقت هذا ابراهيم غادي يتعرف على واحد البنت واللي كان الاسم ديالها زينب. هاد زينب كان في العمر ديالها ديك 25 سنه. تعرف عليها ابراهيم، ولكن حتى هي كانت خدامه، ولكن ماشي في هاد الشركه وانما في شركه اخرى. هنا تعرف عليها ولاو كيتلاقاو هنا، وعدها بالزواج لانه هو ناويها المعقول، يعني هذاك التعرف كان في اطار الزواج. فدازت واحد المده فاتفقوا على انهم يتزوجوا. فابراهيم ما بقى له هنا الا انه بشي نقص الامر مع الام ديالو ومن الاب. بالحكم اي ولد كيبغي يتزوج او كيبغي يهضر في موضوع ديال الزواج، فاول واحد كيهضر معاه هي الام. مشى لعند الام ديالو قال لها الوالده انا راه وصلت العمر ديال 28 سنه وانا خدام دابا ضارب سميره، انا راه بغيت نتزوج وندير حتى انا وليداتي. الام هنا غادي تفرح وغادي تقول ولدي انا شحال هادي كنبغي نهضر معاك، راه غير ما جاتش الوقت وما جابتهاش الظروف، وبغيت نهضر معاك شحال مره كنبغي نهضر معاك في هذا الموضوع ديال الزواج. وراه مزيان ملي انت فكرتي هاد الفكره ديال الزواج، واصلا العروسه راه واجده. قال فعلا العروسه راه واجده. هنا الام كتهضر على بنت اختها وهو كيهضر على ديك البنت زينب اللي هو كيعرف، ولكن هنا الام غتقول له بان راه بنت خالتك، راني هضرت مع الام مع خالتك وراها موافقه بنت خالتك على ان تزوجك. ابراهيم غادي يقول للمو لا، غادي يقول لها انا اصلا راني هادر مع واحد البنت راه كنعرفها. هنا الام غادي تقول له لا، انا هضرت ودازت الكلمه مع خالتك، راه شحال هادي انا بنت خالتك ناديه، يعني شحال هادي اتفقت انا وخالتك بان ناديه غادي تكون مراتك وابراهيم غادي يكون الزوج ديال ناديه، حنا متفقين بشحال هادي. ابراهيم غادي يقول لها لا، ناديه بنت خالتي راه كنعتبرها بحال اختي، اما انا راه الا بغيت نتزوج فراه مستحيل نتزوج بنت خالتي، وانا اصلا راني كنعرف واحد بنت معقوله خدامه نتعاونوا انا ويا على الزمان، وانا اصلا راني واعده بالزواج وما يمكنش انني نخالف الوعد ديالي معاها. فهنا غادي يكون واحد الخلاف ما بين هاد ابراهيم والام ديالو. غادي يتدخل هنا الاب قال لامو ردي خلي عليك الولد، السيد هو اللي باغي يبني حياته، هو اللي باغي يتزوج، هو اللي باغي يختار الشركه ديال الحياه ديالو. فالسيد راه باغي عارف هاد البنت وباغي يتزوج بها، خليه هو يتزوج اللي بغا. في اخر المطاف الام غادي تقتنع، واخا انا ما كانش مقتنع واحد 100%، وهي كان عندها الامل ديالها ان ولدها يتزوج بنت اختها اللي هي بنت خالته. ولكن هنا فاش شافت على انه عازم ما غاديش يتزوج بنت خالته، فما كان عليها الا انها توافق. فعلا بحكم ان الولد الوحيد ديالها فوافقت. هنا ابراهيم غادي يمشي، غادي يدي العائله ديالو، غادي يمشي عند العائله ديال زينب، غادي يخطبها وغادي يتم الزواج. من بعد الزواج دوزوا واحد الفتره يعني مع والديه، من بعد خرجوا وكراو في واحد الدار. هاد الدار اللي كتقرب لهم الخدمه ديالهم، وبالخصوص كتقرب الخدمه او الشركه اللي كتخدمها فيها زينب. فزينب كتخدم في الشركه، ابراهيم كذلك خدام في الشركه، كيتعاونوا بجوج على الزمان. دازت مده حتى تقريبا غادي يدوز واحد العام على الزواج ديالهم. هنا غادي يوقع واحد المشكل. هذيك الشركه اللي كيخدم فيها ابراهيم غادي تدير فايت وغادي تولي تسرح العمال، ومن بين هاد العمال اللي غادي تسرح كان ابراهيم هنا ما غاديش يبقى خدام وخصو يقلب على شي خدمه اخرى. ولكن هو فكر يدير شي حاجه، شي بروجي، يعني شي مشروع ديالو لراسو، بقى خدام ديال راسو، بالحكم انه كيجمع شي بركه الفلوس، زايد ان زينب حتى هي كانت جامعه. فهنا كانت عنده واحد الفكره انه ياخذ شي هوندا، كان هذا هو الفكره، هو اللي كان كيحلم فيها، شي هوندا ويخدم فيها. وفعلا داكشي اللي غادي يدير، غادي تتعاون مع مراتو زينب، غادي ياخذوا واحد الهوندا
وهنا شنو ولا كيدير بها؟ ولا كينقل بها يعني البضائع، او بعض المرات كيمشي يجيب ديك المواد الغذائيه وكيعاود يبيعها للمحلات، يعني كيجيبها من عند الجمال وكيعاود يبيعها للمحلات التجاريه، يعني البقاله كيدور عليهم كيوزع هذيك المواد. كانت هذه الخدمه ديالو. زينب بقات خدامه في الشركه، داز واحد المده تقريبا، داز واحد 4 سنين على الزواج ومازال ما رزقهمش الله بوليدات. فهنا ولات مشاكل، يعني انا ما كاينش وليدات. ابراهيم كيمشي عند والديه، الام كتقول له وافين واش انت مازال ما ولدتوناش شي وليد او بنيت نفرحوا به. فهنا ولا واحد المشاكل، ولات كتقول الام بان راه مراتك ما كتولدش، راه المشكل فيها، وكان جوجتي بنت خالتك لو راه هو اللي دابا وليد او لا جوج، وها انت شفتي ما درتيش رايي ومشيتي تزوجتي بهاد البنت ها هي ما كتولدش. فولا واحد المشاكل هنايا فاش دخلت العائله، ولا مشاكل ما بين ابراهيم والزوجه ديالو زينب، مشاكل هما ديال الولاده، ولا السيد كيوجه لها التهمه بان هي ما كتولدش. رانا في واحد النهار تقول له علاش انا ما كنولدش، ولا المشكل فيك غير انت باش عرفتني راه انا ما كنولدش، يلا نمشيو للطبيب ونعرفوا فين كاين المشكل. ابراهيم كان كيتردد من هذا الموضوع ديال الطبيب، كان خايف من الموضوع ديال الطبيب، ولكن في اخر المطاف غادي تقنعو زينب، لان السيد طال هذا الموضوع هذا فين ما يمشي عند والديه. الام كتقول له فين واش انت مازال معها مراتك ما ولدتلكش. فالسيد ما بقى له اختيار انه يتاكد ياكن من المشكل كاين فيه هو كان خايف من هاد الناحيه. غادي يمشيو عند الطبيب، فالطبيب هنا غادي يقول لابراهيم، غادي يقول له بان انت راه ما عندك حتى شي مشكل، انت ممكن انك تنجب في اي وقت. ولكن بالنسبه لزينب فغادي يقول الطبيب على انك انت مستحيل على انك تولدي، المشكل كاين في زينب. فهنا ابراهيم بعد ما عرف زينب المشكل فيها وهي ما كتولدش، فولا السيد في مشاكل معها، ولا هنا المشاكل كبرت. شنو ولا كيدير؟ ولا كيدخل مع الطال، بعض مرات كيمشي كيبات في شي بلاصه اخرى، ولات المشاكل. ولا السيد كيفكر على انه يتزوج، كيقول لها انا بغيت شي وحده اللي تولد لي الولاد، انا العمر راه كيدوز وكنكبر، ودابا راني في تقريبا في 33 او 34 سنه، وانا هاد الوقت كنت كنحلم انني نشوف وليداتي. انت ما كتولديش، انا خصني نتزوج زوجه ثانيه او نطلقك ونتزوج زوجه ثانيه. هي كتقول له مستحيل مستحيل، انا ضحيت معاك وخدمت معاك، وهذيك الطروب اللي داير راه نص كنسالو فيها، وانا كنت كنتعاون معاك، ودابا بغيتي تتزوج تجيب واحده اخرى تمتع في هادشي اللي انا ضربت عليه تماره. فبقاو في واحد الصراعات، دازت واحد المده. ابراهيم ولا اش كيدير؟ ولا بعض المرات كيبات هذيك الطوموبيل ديالو كيبات كيدير شي باركين كينعس تما كاع مخصوص السطاع، لان كيوصل للدار فينوض السطاع مع الزوجه ديالو. الزوجه كتبقى تسناه، ابراهيم يدخل ما كيجيش، فولات حتى هي كتقول فين باتت السيد، واش مشى عند والديه، واش كيعرف شي وحده اولا كذا. فدائما بقات هاد المشكل بيناتهم، حتى لواحد النهار ابراهيم ما غاديش يجي للدار، تسناتو الزوجه ما جاش، الغد ليه كذلك ما جاش، مشات تسول عليه عند والديه قالوا له راه هادي مده ما شناه. فين مشى هاد ابراهيم، بقى كيقلبوا هنا كيسولوا دوك المحلات اللي هو كيتعامل معاهم. فابراهيم غبر ليه الاثر. مشات هاد الزوجه وكذلك الاب والام ديالو مشاو عند البوليس، داروا بلاغ بحث لفائده العائله. الزوجه عطات المعلومات ديال الزوج ديالها، سميتو الصوره ديالو، يعني السبب او كيفاش حتى انه اختفى، قالت المده يعني الوقت اللي اختفى فيه، الخدمه ديالو الى غير ذلك. فالبوليس هنا كيديروا ديك الاطار ديال او كيشوفوا ديك المصلحه ديال حوادث السير، كذلك المستشفيات ربما تتعرض لشي حادثه او تعتقل في مكان او كذا، ولكن ما غاديش يلقاو هذا السيد. فهنا غادي يجي الغد ليه اللي هو النهار الثالث على الاختفاء ديالو، غادي تلقى ديك الهوندا ديالو في واحد الباركين، يعني ديك الهوندا يعني واقفه تما وفيها بعض السلعه، يعني بعض المواد الغذائيه اللي مازال في هذيك الهوندا. هذاك العساس تما كيقولوا دي هاد الهوندا راه مولاها فلان ابراهيم، راه دائما كيجي يخليه هنا، ولكن هادي 3 ايام راه جا ما رجعش، قال بان راه جا مع ديك تقريبا ديك 10 ديال الليل، خلاها ومشى من تما ما رجعش، يعني هادي 3 ايام. اذا هنا بانت الهوندا ديال ابراهيم، ولكن ابراهيم ما كاينش. فين مشى ابراهيم؟ السيد ياك ما كان عنده مشاكل صافي وزاد هز راسو ومشى لشي مكان. هنا بقى اللغز ديالو
غامض. البوليس بحثوا هنا ولكن بدون جدوى. البحث اللي داروا مع صحابهم مع المعارف ديالو الناس اللي كيتعامل معهم، ولكن حتى شي واحد ما عطاش معلومات عليه. فغادي يبقى هاد اللغز غامض ديال ابراهيم، وغادي دوز عليه تقريبا واحد العام. هنا بعد داز هاد العام على الاختفاء ديالو، فالزوجة زينب راه بقات في هاديك الدار كتخلص الكرا، وكذلك بقات خدامة في الخدمة ديالها. هنا بعد لما داز هاد العام، فزينب غادي تمشي للمحكمة وغادي تطلب الطلاق من الزوج ديالها، لانه داز عليه واحد المدة الاختفاء، وفعلا غادي تطلق وغادي تبقى خدامة وبقات عايشة في هاديك الدار. واحد الوقت هاد زينب غادي تتعرف على واحد السيد. هاد السيد في العمر ديالو ديك 48 سنة، مطلق، عنده 3 ديال البنات و2 ديال الولاد. هاد السيد عنده 2 ديال الديور. السيد لاباس عليه، تعرفت عليه. السيد عرفها بان هي راه ما كتولدش، هو اصلا عنده الولاد ما باغي لا ولاد لا والو، باغي شي وحده اللي تعاود تولد. السيد بغاها للزواج، اتفقوا هو وياها على الزواج. بعد لما داز تقريبا واحد 3 سنين على الاختفاء ديال الزوج ديالها ابراهيم، اللي مازال لحد الساعه ما عرفوش فين مشى. هنا اتفقت معاه وفعلا غادي تتزوج به، ولكن قبل ما تتزوج به شرطت عليه واحد الشرط. قالت له انا هذيك الدار ساكنه فيها وخدامه قريبه للخدمه ديالي، انا تجي تسكن معايا تما، انا كنخلص الكرا، تجي تسكن معايا بحكم انني دوزت فيها واحد المده تقريبا راه جاي 7 سنين وانا تما وقريبه للخدمه ديالي. هذا السيد اللي هو غادي يتزوج به ولا غادي نعطيو اسم سعيد. سعيد قال ودي انا راه عندي 2 ديال الديور، انا عندي 2 ديال الديور وعندي ديور كبار، وانا نمشي نسكن في دار ديال الكرا. انا لا راه عندي 2 ديور، وحده راه ساكن فيها الولاد ديالي، وحده غنسكن فيها انا وياك. اما باش تبقاي خدامه انت راه ما تبقايش خدامه، وانا في نفس الوقت انا ما نسكنش في الديور ديال الكرا. فهنا ما عندها ما دير الا ان غادي تطلق هذيك الكرا وغادي تمشي تعيش مع الزوج ديالها. فعلا تزوجت ومشات كتعيش مع الزوج ديالها. دازت واحد المده تقريبا عام. هذاك مول الدار اللي كانت كاريه عنده غادي يتوفى. هنا بعد الوفاه ديالو فناضوا الورثه ولادو وبناتو بغاو يفرقوا هذيك الدار. ناض بعد المشاكل، كل واحد شنو بغا يدي، واحد بغا يدي السفلي، واحد كيقول لا انا ندي الكراجات، كل واحد شنو بغا يدي. فهنا في اخر المطاف اتفقوا على انهم يبيعوها، وفعلا باعوا هذيك الدار، يعني هادو الورثه باعوها. شراها واحد السيد. هاد السيد شراها، دازت واحد 3 شهور وبغا يدير فيها اصلاحات، يعني السفلي شافو ماشي هو داك بنيان قديم وبغا يدير فيها اصلاحات. جاب المياه، جاب السلعه وبقاو كيحفروا. بداو الحفار يحيدوا هادي لا هادي منرقداش، حيد هادي. هو اصلا داك الدص ديال ديك السفليه كامل بغا يحيدو ويدير جليج ويقد الامور، لان كان غير دص عادي. فهما كيحفروا وصلوا للبوطاج ديال الكوزينه، وهنا غادي يلقاو هيكل عظمي، غادي يلقاو عظمه ديال بنادم. فحبسوا عيطوا مول الدار جا شاف داك المنظر، عيط للبوليس. جاو البوليس لقاو فعلا جثه ديال انسان مدفون تما ودايزه على الوفاه ديال واحد المده. كذلك غادي يلقاو بعض الملابس، وغادي يلقاو كذلك واحد البزيتيم اللي فيه لاكارت ناسيونال، ولاكارت ناسيونال ديال السيد فهو الاسم ديالو ابراهيم كذا. ابراهيم اللي كان اختفى هذه مده تقريبا واحد 4 سنين، يعني دازت 4 سنين على الاختفاء ديالو. البوليس هنا في البحث اللي داروا مع داك مول الدار كيقول سيدي انا هاد الدار يلاه شريتها ب 3 شهور، من عند شريتها، وسيدي انا راه شريتها من عند شي ناس. مشاو جابوا هذوك الناس كيقولوا ودي حنا راه الوليد اللي كان كيتصرف في ديك الدار، الوليد الله يرحمه، وراه كان كاريها لواحد الناس، واحد السيده هي ورجلها، وهذاك الرجل راه شحال هادي ملي اختفى، وهي راه بقات ساكنه تما. ولكن من بعد قبل ما يتوفى الاب ديالنا راه كانت طلقت داك الكرا، وموراها بشي ايامات قليله الاب توفى، وحنا موراها بعناها ما كرينا حتى شي واحد. فهنا البوليس غادي يمشيو يجيبوا هذيك الزوجه، غادي يعرفوا بان الرجل راه كان اختفى تقريبا هادي واحد 4 سنين وما بالوش الاثار. من بعد التحريات غادي تبين على ان ديك الجثه كتعود الى ابراهيم. فهنا الزوجه غادي تعترف. فاعترفت الزوجه بان هي اللي قتلت الزوج ديالها. السبب علاش قتلته هو الموضوع ديال الزواج. قالت بعد لما عرفني انني ما كنولدش، فالسيد ولا تقلب عليا ولا بغى يتزوج، والمشكل كيبدا بيناتنا غير على الزواج. فين ما دخل الدار كيجمع معايا موضوع ديال الزواج، كيقول لي بانني غادي نطلقك. كل مره كنتناقشوا. هذيك الليله فعلا السيد جا دخل مع العشرة بداو نفس الموضوع نفس المشكل، تناقشوا. فالسيد دخل يرتاح، دخل بيتو ينعس، لانه السيد عيان نوض مع الصداع انا باغي نتزوج، وقال لها على انني قررت غادي نتزوج او غادي نطلقك، الا ما بغيتيش نجيب شي زوجه ثانيه عليك
فانا نطلقك وسيري انت عيشي بوحدك. كتقول ان السيد مشات دخلت سكا، هزت واحد الشاقور وجات نزلت عليه الراس ديالو، قتلاتو. من بعد اش غادي دير؟ فقالت انني نحفر تما في هذيك الكوزينه، بالحكم انا كان واحد التسقديم فحفرت ودفناتو تما. ومن بعد جابت السيمه وقدت عليه تما وخرجت كتبحث على الزوج ديالها. كانت هذه الاعترافات ديالها. في الاخير بان هنا اللغز ديال الاختفاء ديال ابراهيم. تقدمت هذه الزوجه للمحاكمه وتحاكمت بالمؤبد. وهنا غادي نكون سالينا الحلقه ديال اليوم. نتلاقاو في حلقه جديده والسلام عليكم.